السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم أولى إعدادي. النهاردة هنحل امتحان 12 محافظة دمياط صفحة 111 بكتاب الامتحان. قبل ما أبدأ معاكم حبايبي أتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان أي فيديو أنزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. نسبة غاز الأكسجين في الغلاف الجوي 21%. من أمثلة القوة داخل الأنظمة الحية النبض. 3. عنصر فلز سائل الزئبق. 4. حركة أذرع المروحة هي حركة دورية دائرية. ب. علل. 1. اندفاع الركاب إلى الأمام إذا توقفت السيارة المتحركة فجأة. هنقول بسبب قوى القصور الذاتي. هنقول لأن القصور الذاتي للركاب تجعلهم يقاومون التوقف المفاجئ للاحتفاظ بحالة الحركة التي كانوا عليها فيندفعوا للأمام. تاني لأن السؤال ده مهم. لأن القصور الذاتي للركاب تجعلهم يقاومون التوقف المفاجئ للاحتفاظ بحالة الحركة التي كانوا عليها فيندفعوا للأمام. السؤال رقم 2، علل. لابد أن تكون المعادلة الكيميائية الرمزية موزونة لكي تحقق قانون بقاء المادة. إجابته سهلة جدا وبيتكرر في امتحانات كتير. لكي تحقق قانون بقاء المادة. ج. إذا كانت كتلة الجسم 120 كيلو جرام عند خط الاستواء فاوجد كتلة هذا الجسم عند القطبين. طبعا الكتلة تظل ثابتة لا تتغير، يبقى هتبقى كام؟ 20 كيلو جرام. وزن الجسم عند خط الاستواء. الوزن ليه قانون. الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. الكتلة مديهالنا بكام؟ ب20. هنكتب ال20. وعجلة الجاذبية مديهالنا 10 متر لكل ثانية تربيع. يبقى هنكتب 10. 20 في 10 هتساوي 200 نيوتن. وما تنساش وحدة قياس الوزن هي ايه؟ النيوتن. ما تنساش وحدات القياس لأن وحدات القياس بيبقى عليها درجات في الامتحان. السؤال رقم 2، صوب ما تحته خط في كل عبارة من العبارات التالية. تدور الكواكب حول الشمس في مدارات دائرية طبعا ثابتة، والسؤال ده ملغي. الاسم التجاري لكبريتات النحاس المائية هو ملح بارود شيلي. طبعا لا، طبعا بلورات التوتيا الزرقاء. بلورات ايه؟ التوتيا الزرقاء. يتم الاستفادة من القوة النووية الضعيفة في إنتاج الكهرباء. طبعا القوية، والسؤال ده ملغي. إذا كانت سرعة السيارة 70 كيلو متر لكل ساعة فإن سرعة راكب السيارة تكون إيه؟ تكون برضو 70 كيلو متر لكل ساعة. ليه؟ لأن هو دلوقتي بيقولك إذا كانت سرعة السيارة 70 كيلو متر فإن سرعة الراكب سرعة السيارة بتساوي طبعا سرعة الراكب، الاتنين زي بعض، تبقى 70 كيلو متر لكل ساعة. السؤال اللي بعد كده ب. اكتب الصيغة الكيميائية لكل من المركبات الآتية. اول مركب معانا كربونات الكالسيوم. الكالسيوم CA والكربونات CO3. CO بس هنا التكافؤ طبعا بيتبدل، يبقى نكتب CaCO3. طيب كلوريد الصوديوم. الصوديوم Na والكلور طبعا Cl، يبقى نكتب NaCl. الشكل الذي امامك يمثل احد اجرام المجموعة الشمسية. ما اسم هذا الجرم السماوي؟ طبعا ده المذنب، بس السؤال ده ملغي. ومما تتكون الرأس دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجات كتير، ممكن نقول غازات متجمدة. والسؤال ده برضو ملغي، يعني السؤال ده كله كده ملغي. السؤال رقم 3، اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1، ذرة اكتسبت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طبعا ده الأيون السالب. طب لو كان قالك ذرة فقدت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي كنت هتقول الأيون الموجب. والسؤال ده ما بيسيبش امتحان الا لما بيجي فيه، لا بيجي بالصيغه اللي انا قلت لك عليها اكتسبت الكترون او اكثر، لا اما فقدت الكترون او اكثر. اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي ده الايون السالب. ذره فقدت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي هيبقى الايون الموجب. عناصر صلبة لها بريق معدني وجيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. طبعا الفلزات، لأن اللافلزات رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء. يبقى هنا عناصر صلبة لها بريق معدني وجيدة التوصيل للحرارة والكهرباء الفلزات. طب لو كان قالك عناصر ليس لها بريق معدني ورديئة التوصيل للحرارة والكهرباء كنت هتقول اللافلزات. قوة مقاومة للحركة تنشأ بين سطح الجسم المتحرك وسطح الوسط الملامس له. دي طبعا قوة الاحتكاك. مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبة الأحماض. طب لو كان قالك مواد تتفكك في الماء وتعطي الهيدروكسيد السالبة
كنت هتقول ايه؟ القلويات. هنا قارن بين الجرانيت والبازلت من حيث نوع الصخرة. هنقول الجرانيت صخر ناري جوفي، اما البازلت صخر ناري برضو بس بركاني او سطحي. الصوت والضوء من حيث نوع الموجات. معاك الصوت اي صوت موجات ميكانيكية، اي ضوء موجات كهرومغناطيسية. يبقى الصوت من الموجات الميكانيكية، اما الضوء من الموجات الكهرومغناطيسية. السؤال الجاي ده مهم، ركزوا معايا فيه. هنا بيقولك الصوديوم Na عدده الذري 11، والارجون Ar عدده الذري 18 من حيث التكافؤ. عايزك تقارن بينهم من حيث التكافؤ. طيب هنا الصوديوم ده لما توزع ال11 هيبقى 2 8 1. طب احنا بنحدد التكافؤ من خلال ايه يا مس؟ من خلال اخر مستوى للطاقة. اخر مستوى للطاقة بكام هنا في الصوديوم؟ اخر مستوى لما وزعنا الصوديوم يا مس اخر مستوى 1، يبقى تكافؤ الصوديوم احادي. طب والارجون؟ الارجون تكافؤه هيكون 0. طب ليه؟ لان انت لما توزع الارجون هيبقى المستوى كي ب2 والمستوى ال ب8 والمستوى ام ب8. اخر مستوى اللي هو ام بكام؟ ب8، يعني مكتمل بالالكترونات، يعني ولا هيشترك في التفاعلات الكيميائيه ولا هيشارك ولا هيشارك، يعني الذره دي مش هتشارك باي تفاعلات كيميائيه. يبقى تكافؤها هيكون ايه؟ هيكون 0، لان اصلا المستوى ام ده مكتمل بالالكترونات، يعني مش هيشارك في التفاعلات الكيميائيه. طب هنا قارن بين المولد الكهربي والمحرك الكهربي من حيث تحويلات الطاقة. معانا المولد الكهربي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. ده إيه؟ المولد الكهربي بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. طب والمحرك الكهربي يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية، يعني العكس. والسؤال ده ملغي، يعني مش هيجي عندك في الامتحان. جيم اذكر استخداما للمغناطيس الكهربي. المغناطيس الكهربي اسهل استخدام ممكن تقوله ان يدخل في تركيب الجرس الكهربي، وممكن تقول وبعض الاوناش الكهربية المستخدمة في رفع قطع الخردة. وبعض الاوناش الكهربية المستخدمة في رفع قطع الخردة، يبقى يدخل في تركيب الجرس الكهربي وبعض الاوناش الكهربية المستخدمة في رفع قطع الخردة. طب اشعة جاما دي ملغية، بس ممكن تقول تستخدم في اكتشاف وعلاج بعض الاورام، يعني اشعة جاما دي مش هتجيلك في الامتحان. السؤال 4. أكمل العبارات الآتية. أقرب الكواكب للشمس كوكب عطارد، وأبعدها عن الشمس كوكب نبتون. والسؤال ده ملغي. يفصل حزام الكويكبات السيارة بين كوكبي هما المريخ والمشتري. والسؤال ده برضو ملغي. الروابط في جزيء الماء تساهمية أحادية، والرابطة في جزيء كلوريد الصوديوم رابطة أيونية. ليه؟ لأن الكلور ده فلز والصوديوم لا فلز، والرابطة الأيونية بتنشأ نتيجة تجاذب كهربي بين فلز ولا فلز. يبقى في جزيء كلوريد الصوديوم الكلور ده اللي هو رمزه Cl ده بيكون لا فلز، أما الصوديوم اللي هو رمزه Na فلز. والرابطة الأيونية تنشأ عن قوة تجاذب كهربي بين فلز ولا فلز، عشان كده قلنا الرابطة أيونية. وطبعا من أمثلة الرابطة التساهمية الأحادية من أمثلتها جزيء الماء عند تعرض غاز النشادر NH3 لغاز كلوريد الهيدروجين HCl تتكون سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم. طب ليه؟ هنا ال NH3 ادي ال NH3 زائد HCl ادي ال HCl، الاتنين لما بيتفاعلوا مع بعض بتدينا ايه؟ بتدينا كلوريد الأمونيوم. يبقى بتتكون سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم اللي هو NH4Cl. طبعا هو مش طالب منك المعادلة، بس انا كتبت لك المعادلة عشان تعرف السحب البيضاء دي اتكونت من ايه؟ اتكونت من كلوريد الأمونيوم اللي هو NH4Cl. ان لما النشادر اتفاعلت مع كلوريد الهيدروجين ادتنا كلوريد الأمونيوم اللي هي السحب البيضاء. تقاس المسافات بين النجوم بوحدة السنة الضوئية. والسؤال ده ملغي. السؤال ب. أكمل المعادلات الآتية ثم أذكر نوع التفاعل. السؤال ده مهم جدا، والسؤال ده بيتكرر في امتحانات بنفس الصيغة وبنفس الشكل ده. هنا مدينا 2CO ده أول أكسيد إيه؟ الكربون، زائد
O2 اللي هو الاكسجين هيدينا ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. هنا ده اول اكسيد الكربون ده مركب، والاكسجين عنصر. هو عايز منك نوع التفاعل. التفاعل ايه؟ تفاعل اتحاد مباشر للعنصر اللي هو الاكسجين مع مركب اللي هو اول اكسيد الكربون. يبقى تاني 2CO زائد O2 مع الحرارة ادانا 2CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. الاكسجين ده عنصر واول اكسيد الكربون ده مركب، يبقى تفاعل اتحاد مباشر لعنصر مع مركب. هنا 2Mg ده المغنيسيوم زائد O2 اللي هو الاكسجين مع الحرارة ادانا اكسيد المغنيسيوم اللي هو 2MgO. يبقى التفاعل ايه؟ تفاعل اتحاد مباشر لعنصر مع عنصر، لان المغنيسيوم ده عنصر والاكسجين عنصر. السؤال اللي بعد كده كل السؤال ده ملغي. اذكر اسم الملوث الكيميائي الذي يسبب الاضرار الاتيه: الاصابه بسرطان الرئه، الفحم والالياف السليولوزيه، تهيج الجهاز العصبي والتهاب العين، اكاسيد النيتروجين. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. والاسئله اللي انا قايله لكم عليها ملغيه، مش ممكن يجي منها سؤال في الامتحان. الاسئله الملغيه اتاكدوا ان هي مش هتيجي في الامتحان. مع السلامه بناتي واولادي الاعزاء، ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، ويا رب كده اكون افدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو على القناه زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفيد. وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ده يفيد حضرتك انت ان اي فيديو انا هنزله هيوصل لحضرتك بكل سهوله. مع السلامه، ربنا ينجحكم جميعا يا سنه اولى.